يا رئيس نادي الزمالك اللي بيرد على ما زال موجوده. هو النهارده الطيب انضرب ليه؟ عشان هو مذيع؟ لا، عشان هو كدافع عن الزمالك. والقصه كانت اهلي وزمالك امبارح. طب انت يا كابتن شوبير استفدت ايه؟ السؤال بقى. هو كل راجل قاله السيده الفاضله زوجتك انت طلبت انها تطلع قطر معاك في دعوه. الراجل لم يتعرض لسمعتها، ما قالش لفظ بذيء، تقوم تضربه بالكوبايه وتخش عليه وضرب بنيات عشان تقول الاهلي كسب الزمالك. انت اولا اسأت للاهلي والله، لان الاهلي عمره ما كان بلطجي. النادي الاهلي عمره ما كان بلطجي. وهو بعدين مين اللي امن مين؟ اولا مين يروح الاستوديو لمين؟ ده راجل قاعد في الاستوديو ضيف، انت اللي رحت له. طب مين اللي امن على الكرسي بتاعه راح بالتاني؟ مين اللي رمى التاني بالكوبايه؟ انا مستني اشوف بقى في دوله ولا مفيش دوله. ده مجلس الاداره اللي بيتكون منه لجنه، في اثنين ناقصين اللي هم اتحاد الكوره اللي اتحلوا، الجيل الشامي والاستاذ ايهاب بيضه. خلاص احنا 9 نادي اهلي ما بيقدرش طبيعي. الدكتور محمود مشاري رئيس الاتحاد معانا في المجلس، وقرر المجلس الاداره بالاجماع لن نكمل مسابقه الدوري العام في وجود كمال الغندور رئيسا للجنه. ليه؟ لأنه شخص غير محايد، شخص أفسد المباريات بفعل الحكام. كل الناس مضرورة بالحكام. ارتكب مجموعة من الأخطاء والخطايا في ماتش الأهلي والمقاولين، في ماتش الأهلي والمقاولين. أهمها إنه لم ينتظر تقرير الحكم. سيبك الحكم طرد ما قدرش يشيل القضية بتاعتنا دي، وخلاص ده وجهة نظره هو حر فيها. الكرة جول مش جول برضه مش قضيته، لكن انه يلف على كل القنوات قبل ما يجيله تقرير حكم كتابته ويدافع عن هذا الحكم ويهدد القنوات الفضائيه كلها ويرهبها. احب اقول لكم اللفظ اللي قاله اللاعب ايه عشان يدي حق للاعب. قال لفظ بذيء. اثنين، انه خالف تعليمات الفيفا. الحكم او رئيس كان ممنوع ان هو يبرر قراراته في البرامج الفضائيه. 3، خلى الحكم اللي اسمه طارق حامد ده لما يجي راجل مذيع يفتح الاستديو ويمسك كوبايه يضرب فيها مذيع ضيف وبعدين يروح قايم له متر ونص عشان يديله البنيه، ونشوف هذا المذيع تاني، يبقى مفيش بلد. والبلد بقول تاني اي قناه هتغلط هحتلها بعد 5 ثواني. هحتلها. خلاص قانون الغاب انتشر وانت بتقول عليها طبيعي ان انا راجل قليل ادب وبلطجي. خلاص جرب بلطجتي بقى. جرب. ان شاء الله هتبلغ السيد وزير الشباب والرياضه بالقرار بتاع اللجنه. هتبلغ الاخ ثروت سويلة، ما اعرفش اذا كان استلم ولا لسه. استلم فعلا؟ لا هم استقالوا بس بعد ماتش تنزانيا. هم يستقيلوا بعد ماتش تنزانيا. بعد ماتش تنزانيا. هو موجود. انما يا جماعه اللي حصل امبارح عشان بس كيس قالت لي عندكم في اليوم السابع ده رايي. انا 4:30 رايح للسيد رئيس الوزراء ربع ساعه. طبعا موضوعات كتيره تتم النادي وتتم لك ليه عشان جماعه الضرايب والتامينات تشتغل تاني. تمام؟ لكن لازم يصار هذا الموضوع. لازم نعرف كلنا حزانه. مصر كلها حزينه لان البلد مش محتاجه ان احنا في دوله.